الفيديو ده إن شاء الله هيكون مرجع ليكم لتحضير البط سواء في العزومات أو المناسبات الكبيرة أو المناسبات المهمة. هقول لكم على كل التفاصيل، إزاي نضيع أي ريحة مش مستحبة، وإزاي اللحم يكون دايب ومستوي، لأن الناس كتير بتشتكي إن دايما لحم البط بيكون ناشف. إن شاء الله هيكون ناعم ومستوي جدا. التتبيلة في منتهى السهولة ومنتهى الجمال، ومكونات التتبيلة إن شاء الله تكون متوفرة عندكم في البيت، حتى التسوية بأسهل طريقة إن شاء الله. بس في النهاية هتعملوا البط المحشي بالفريك ويشرفكم قدام ضيوفكم وتاكلوه بألف هنا. يلا بينا نشوف الطريقة على طول مع بعض. معايا البطاية نضيفة كده زي ما انتوا شايفين، هي وزن 3 كيلو. أول حاجة هنعملها المحلول الملحي، الفايدة بتاعته بيضيع أي ريحة مش مستحبة، وفي نفس الوقت بيخلي اللحم بتاع البطاية ناعم ودايب جدا. كمية من المية، الكمية دي تقديرية، معلقتين كبار من الملح، معلقتين كبار من السكر، معلقة كبيرة من عصير الليمون والخل. هضيف كمان عود واحد من القرفة، حبهان، قرنفل، فلفل اسود، حصى، ونجمة واحدة من اليانسون. هضيف كمان قشر الليمون اللي أنا عصرته، وهقلب كويس جدا. بعد كده هضيف بقى البطاية، وأهم حاجة المية تكون مغطية البطاية. طبعا ممكن تعملوها قبلها بيوم، بس أنا هسيبها في المحلول الملحي لمدة ساعتين. لو هتسيبوها في التلاجة ليلة كاملة كل شوية بتقلبوها. دلوقتي بقى هنحضر مع بعض التتبيلة. بصلاية كبيرة تكون مفرومة ناعم، معلقتين كبار من بشر البرتقال، طماطماية كبيرة تكون متقشرة ومبشورة، ومعلقتين كبار من معجون الطماطم أو صلصة الطماطم الجاهزة، كوباية كبيرة من عصير البرتقال الطبيعي والمتصفي، معلقة كبيرة عصير ليمون، معلقة كبيرة خل بلسمك أو الخل الأبيض، معلقة صغيرة من الملح، الفلفل الأسود، البابريكا، البهارات المشكلة والثوم البودر. وهقلب التتبيلة كويس جدا. ريحتها من دلوقتي كانت في منتهى الجمال. كده خلاص التتبيلة بتاعتنا بقت جاهزة. كده خلاص عدت ساعتين. هبتدي بقى دلوقتي أنشف البطاية من المحلول الملحي، وبعد كده هبتدي أعمل فيها فتحات كده بسيطة بالسكينة علشان تشرب كويس جدا من التتبيلة. مش هنكتر من الفتحات علشان الجلد بتاع البطاية ما يتقطعش مننا بعد كده. هحط كل كمية التتبيلة واعمل لها بقى كده مساج حلو جدا من فوق ومن تحت ومن جوه، وهدخل كمان جوه البطاية شوية من التتبيلة، بيخلي اللحم بتاع البطاية من جوه حلو جدا. هسيبها بقى في التتبيلة كده لمدة ساعة. دلوقتي هنحضر مع بعض الحشو أو الفريك. معلقتين كبار من الزيت، معلقتين كبار من السمنة تكون نوع كويس جدا. الفريك كمان بيحب البصل قوي، فأنا هضيف بصلتين كبار تكون متقطعة خشن مش ناعم. فضلت أقلب كده لحد ما البصل دبل معايا، وبعد كده حطيت حبهان وعود واحد من القرفة ومكعبين من المرقة، وهقلب تقليبة كمان. قطعت بقى الكبد والقوانص بتاعة البطة وحطيتهم، وهفضل أقلب كده لحد ما يستوي معايا كويس جدا. هارجع بقى أتبِّل بمعلقة صغيرة من الملح والفلفل الأسود ومعلقة صغيرة من القرفة. القرفة بتليق كويس جدًا مع الفريك، ولكن تقدروا تستغنوا عنها للي مش بيحبها. قلِّبت تقليبة كمان، ودلوقتي هاضيف نُص كيلو من الفريك المغسول كويس جدًا، جدًا، لحد ما تتأكدوا إن المَيّة بتاعته بقت شفافة ومنقوع لمدة ساعة كاملة. قلِّبت تقليبة كمان، وهاضيف حوالي كوباية إلا ربع من المَيّة، مش أكتر من كده. هاغطّي الحلة وأسيبه كده على النار لمدة 5 دقايق بس. هاخد بقى كده حوالي 4 معالق كبار من الفريك دوّة اللي إحنا هنحشي بيه البطاية، والباقي بقى هاعامله معاملة الرز عادي جدًا. هاضيف كمية من المَيّة يا دوبك تكون مغطياه مش أكتر من كده، علشان الفريك بعد كده ما يبقاش معجن. حسيت إن هو محتاج كده معلقة صغيرة من الملح والفلفل الأسود، وهارجع أقلب تقليبة كمان. أغطي بقى الحلة وأسيبه كده على درجة حرارة متوسطة لحد ما يتشرب، بعد كده أهدّي النار لحد ما يستوي معايا تمامًا. هابتدي بقى دلوقتي أحشي البطاية. الكمية بتاعة الفريك دي كانت مناسبة جدًا جوّه البطاية، يعني ما تكتروش عن كده. بعد كده هاقفل البطاية من تحت ببرتقانية صغيرة مغسولة كويس أوي، وعملت كده فيها فتحات بالسكينة علشان تنزّل كل النكهة اللي فيها. هارجع أقفل رجل البطاية بالخيط الحريري. هنسوي بقى البطاية في الكيس الحراري، بصراحة بيخلّي التسوية بتاعتها ممتازة. هنستخدم كده الكيس الكبير علشان ياخد كل حجم البطاية، وهاحط كده جوه الكيس معلقة كبيرة من الدقيق، هوزعه كويس جدا جوه الكيس. الدقيق دوت هيعمل عازل ما بين البطاية وما بين الكيس، لأن أوقات كتير جدا الكيس بيلزق كده على جلد البطاية، وبيخلي كده الجلد بتاع البطاية مقطع معانا. بعد كده حطيت كل كمية التتبيلة، لأن البطاية هتستوي في التتبيلة، فهتخلي طعمها وريحتها في منتهى الجمال. قفلت بقى الكيس بالقفل اللي بيجي معاه، وأجيب بقى كده الصينية اللي هتشيل حجم البطاية، وبعد كده هاعمل فيها كام فتحة كده من فوق مش من تحت علشان التتبيلة ما تنزلش. وبعد كده هاضيف كمية من المَيّة المغلية. هتدخل الفرن الأول أول نُص ساعة على أعلى درجة حرارة، وبعد كده هاهدّي درجة الحرارة كده تكون متوسطة.
أنا قعدت معايا في الفرن حوالي 3 ساعات كاملين علشان أتأكد إن البطاية بقت مستوية تمامًا معايا. خرّجتها كده بقى من الفرن وبعد كده هاقطع الكيس وهانزّل كل الدهون وكل التتبيلة اللي كانت في البطاية، طعمها بصراحة في منتهى الجمال. وبعد كده تدخّلوها تحت الشواية لمدة دقيقة أو 2 بالكتير مش أكتر من كده، تاخد بس اللون الحلو اللي أنتم عاوزينه. كده خلاص الفريك معايا استوى، الباقي دوّة استوى معايا خلاص وبقى مفلفل كده زي ما أنتم شايفين. دلوقتي بقى نبتدي نقدّم البطاية بتاعتنا. أنا هاقدّمها بنفس الشكل اللي أنتم شايفينه ده. شوفوا بقى شكلها كده وأنا باقدّمها جميل إزاي، بصراحة لونها كان في منتهى الجمال. لا الجلد اتقطع مننا ولا أي حاجة. زينت كمان الطبق بتاعي بحلقات من البصل مقطعاه كده رفيع جدا وحط عليه معلقة صغيرة من السماق، شوية كده من الجزر المبشور، وكام ورقة كده من ورق النعناع علشان يزود الريحة الحلوة للبطاية. وخلاص كده بقت جاهزة. بصوا بقى وأنا بقطعها، حقيقي اللحمة كانت دايبة ومستوية جدا، ما كنتش بعمل أي مجهود وأنا بقطعها، مستوية جدا جدا ودايبة زي ما انتم شايفين كده. في مشهد كمان هاوريه لكم إن أنا باطلّع اللحم بُصّوا من الجلد بمنتهى السلاسة، ما كانش بياخد منّي أي مجهود. بُصّوا أنا رجعت دهنت كده بالتتبيلة اللي كانت في البطاية، اللحمة كانت في منتهى الجمال بصراحة، وقدّمت بنفس الشكل اللي أنتم شايفينه دوّة. وبس كده، وصفة النهارده خلصت، أتمنى إن الوصفة تكون سهلة وبسيطة عليكم، وزي ما أنتم شفتوا كده قدّمناها وعملناها بأسهل طريقة. أشوفكم إن شاء الله على خير وباي باي.